البليلة المصري حلوى بتتعمل من حبوب القمح الكاملة. احنا عندنا هنا في مصر بنعملها، جميلة جدا صحية. تعالوا النهاردة نعملها بطريقة صحية من غير سمنة زبدة اي نشويات. ان شاء الله هنعملها بطريقة حلوة جدا، وهنحولها بدل ما تكون حلوى مضرة شوية، لا هنخليها صحية ونستفيد من فوائد حبوب القمح الكاملة. احنا عندنا في مصر هنا في موسم الغلال او في موسم حصاد القمح، اي جار زارع ارضه غلة بيبعت لجاره بعد الحصاد شوية من حبوب الغلة او حبوب القمح، بيعمل لولاده بقى بيها بليلة. ودي عادات عندنا في مصر، ان شاء الله ربنا ما يغيرها ابدا ويكتر الخير دايما يا رب عندنا وعند كل الناس. انا جارتي بعتت لي شويه فقلت اعمل بيها بليله واوريكم احكي معاكم عن عاداتنا في الوقت ده. في الاول دي حبوب القمح الكامل بنجيبها وبننقيها كويس جدا من بواقي طبعا الطين والحاجات اللي بتبقى في الارض، وبعد كده بنغمرها بالميه كذا مره علشان اي بواقي من اعواد القش بتاعت الغله او القمح اللي هي اعواد النبات نفسه، اي بواقي موجودة جوه الغلة بتطفو على سطح المية. فبنكرر عملية الشطف دي، بنغمرها بالمية كذا مرة ونصفي المية ونرجع نغمرها تاني ونصفي المية لحد ما نتأكد انها بقت نظيفة تماما. صلوا على النبي كتير عليه افضل الصلاة والسلام. بعد كده بنسيبها منقوعة ساعتين 3 براحتكم يعني، بس مش اقل من ساعتين. بعدين بناخدها بنغطيها تاني بالمية لو المية كمية المية قلت، وبناخدها نسويها على نار هادية لحد ما الحباية تنفش زي ما انتوا شايفين كده، والمية تبقى شبه مختفية منها. وبعدين بنحط لها بقى سكر، والسكر ده حسب الرغبة. وبعدين بنحط لها اللبن البارد المغلي، طبعا الساقع لبن عادي خالص، وبنحط لها كمان فانيليا. ودي الطريقة الأساسية والأصلية عندنا في مصر واللي أمهاتنا عودونا عليها من غير أي افتكاسات. بس إضافة مني أنا حطيت كمان 3 معالق من السمسم يديها قيمة غذائية وطعم جميل. صدقوني السمسم فرق فيها جدا، وطبعا مش انا اللي هقول لكم على فوائد السمسم. وتخيلوا بقى طبق بتاكلوا فيه حبوب قمح كاملة مع سمسم مع حليب، يعني طبق ما شاء الله حلو جدا صحي، ينفع وجبة فطار، ينفع تحلية باردة جميلة. اعملوها وسيبوها في التلاجة وقت ما تحبوا اغرفوا منها وحلوا واتبسطوا بحلوى سهلة صحية بسيطة جميلة جدا، وتكلفتها تعتبر بسيطة. وطبعا اللي مش موجود عنده حبوب الغلة يقدر يشتريها من عند اي علاف، وسهلة ومتناول